السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم في قناه كويزين ماي اسا. اليوم غنقدم لكم لي بان سويس اللي كيجيو رائعين وسهلين في التحضير. خليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير عندنا هنايا 4 كؤوس ديال دقيق الفورس، نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، عندنا هنايا كاس ونص ديال الحليب دافئ، بياض بيضه وحده، ملعقه كبيره ديال خميره الخبز، وعندنا هنايا شويه ديال الملحه. ندوزو لطريقه التحضير. كنكبو اولا الدقيق ديالنا، كنضيفوا ليه سنيده، خميره، بياض بيضه والملحه، تقريبا جميع المكونات والحليب باش يتجمع لنا الخليط ديالنا. من بعد ما كنعجنوا العجين ديالنا كندهنوها بشويه ديال الزيت، كنغطيوها بشي بلاستيكه وكنخليوها ترتاح حتى كيتنفخ لينا العجين ديالنا بحال الشكل ديال القرص. موراها كنجيبوا شي كاسرونه كنديروا فيها 2 كؤوس ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال السنيده، 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير ديال الحامض. من بعد ما كنخلطوا جميع المكونات كنديروهم فوق من نار مهيله وكنبداو نخلطوا الخليط ديالنا حتى كان يعقد لينا. مورا ما عقدنا لا كريم باتيسير ديالنا كنجيبوا شي بلاستيكه كنغطيوها وكنرجعوا الخليط ديالنا حيت تضاعف لينا. كنشدو وكنقطعوه على قطع تقريبا على 2. وواحد النقطه راه نسيت ما قلتها لكم، راه قد ما خليتو العجين ديالنا كيخمر قد ما النتيجه كتجي زوينه. صافي كنبداو نسرحوا العجين ديالنا على شويه ديال دقيق الفورس اولا الا عندكم النشا حتى هي تقدروا تستعملوها. كنبداو نسرحوا على شكل مستطيل، وخاص تكون عندنا الزبده على حراره المطبخ، غنجيبوها باش هي نديروها للعجين ديالنا. من بعد كنجيبو الزبده ديالنا اللي قلت لكم تكون على درجه حراره المطبخ، تقريبا ملعقه كبيره، كنوزعوها على الجوانب كامله وعلى الوسط ايضا. مهم كنديروها العجينه كامله. عاد كنكملو. من بعد ما كنكونوا وزعنا الزبده ديالنا على العجين ديالنا كنقدروا نطويوها من الجانب الاول وكنقرصوا شويه ونطويو الجانب الثاني حتى هويا وكنقرصوا عاوتاني شويه، ومن بعد كنجمعوها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. كنعاودوا لها بعدا الزبده ديالنا، غير شويه ديال الزبده، وكنطويوها ونخليوها حتى هي ترتاح. ها هي القطعه ديالنا الاولى. من بعد ما خمرت كنجيبوها كنعاودوا عاوتاني نقرصوها، كنقرصوها مزيان باش تجي لينا مورقه. هاد المرحله هذه هي اللي غنبداو نعمرو فيها الكريم باتيسير. من بعد كنجيبو هذيك الكريم باتيسير ديالنا كنحطوها في الوسط ديال العجين، كنقادوها مزيان، نحطوها بمعلقه بحال هكا، وكنجيبو لي بيبيت شوكولا حتى هما كندردروهم من الفوق، وكنعاودو نثنيو الجوانب ديالنا، الجانب الاول والجانب الثاني كنعاودو نطويوهم. تبعوا معايا المراحل. ومن بعد كنجمعوا الجهه الاولى من اليمين والجهه الثانيه حتى هي من اليسار بحال هاد الطريقه هذه. كنقرصوها عاوتاني شويه وكنجيبوا شي قطع الى عندنا اولا شي موس يكون ماضي باش نقطعوا دوك الجوانب.
دابا كنبداو نقطعوهم قطع صغيره بحال هذا الشكل هذا باش نحطوهم في اللاطه ديالنا. ودابا من بعد ما حطيناهم في اللاطه ديالنا كنخليوهم يرتاحوا لمده 15 دقيقه. من بعد كنجيبوهم كندهنوهم بشويه ديال صفار البيض باش ندخلوهم للفرن. مورا ما كندهنوهم كندخلوهم للفرن حتى كيطيبوا. كنشعلوا عليهم من التحت من بعد من الفوق باش يتحمروا لينا. وهذا هو الشكل النهائي. وبصحه وراحه.